عييتي من الكلف والتصبغات اللي مبغاوش يحيدوا من الجسم ديالك؟ جبت لك وصفه فعاله وسهله غادي تبهرك النتيجه من اول استعمال. خليك معايا حتى الاخير باش نشوفوا مكونات الوصفه. ندوزوا الفيديو ديال اليوم على بركه الله. السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه ديال اليوم عباره عن تبريمه للجسم والوجه زوينه بزاف. النتائج ديالها يعني غتبان لكم من اول استعمال. مكونات بسيطه. كاول مكون غادي نحتاجوه هو اصفر البيض. البيض معروف عليه انه غني بالبروتينات والفيتامينات اللي كتغذي لنا البشره ديالنا، كذلك كيرطب الجلد ديالنا وكيعطي واحد النعومه، كيساعد ايضا في محاربه التجاعيد وعلامات التقدم في السن. يعني الفوائد ديالو زوينه بزاف. غادي نحتاجو ايضا ملعقه من الارز معروف عليه انه كيشد البشره، كيصفيها من البقع والتصبغات، كيعطي واحد النضاره، وايضا فيه النشا والفيتامينات اللي كيحميو لنا الجلد من الجفاف. غادي نحتاجو ايضا ملعقه صغيره من النشا اللي كينعم لنا البشره وكيخفف يعني كيخفف من التهيجات، ايضا كيعطي تفتيح طبيعي للمناطق الغامقه، ايضا يعني مفيد يعني هذا الماسك مفيد ايضا لشد البشره والتصفيه ديالها. غادي نحتاجو ايضا ملعقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان اللي كتحفز لنا الدوره الدمويه، كذلك يعني كتساعد في ازاله الخلايا، يعني خلايا الجلد الميته، كتقشر لنا البشره ديالنا. غادي نضيف ملعقه من عرقسوس. الفوائد ديالو في هذه الوصفه راه زوينه بزاف. كيعالج التصبغات، كيوحد اللون ديال البشره، ايضا فيه مواد مضاده للالتهاب اللي كيهدئ لنا البشره الحساسه، ايضا كيرطب الجلد وكيخفف من اثار الشمس. غادي ندمج المكونات ديالي جيدا، من بعد غادي نضيف القليل من ماء الورد باش ينسجم ليا الخليط ديالي ونحصل على واحد الخليط اللي غادي يكون متجانس. هاد الوصفه زوينه بزاف، الا استعملتيها غادي تشوفي الفرق من اول استعمال. غادي يبان لك الفرق، يعني فرق ملحوظ غادي يبان لك في البشره ديالك. فهاد الوصفه هذه اولا التبريمه هذه صالحه للجسم كامل، كتحيد ايضا التصبغات اللي في الجسم اللي عندنا في الركب، يعني ديال الجسم كامل. كنديروا هاد الوصفه هذه راه غادي تشوفوا نتائج زوينه بزاف. كما كتشوفوا معايا غادي ندمج المكونات ديالي جيدا حتى يعني تذوب لينا ديك قهوه سريعه الذوبان، تنحصلوا على واحد الخليط اللي يكون متجانس ويدخلوا المكونات في بعضياتهم. من بعد غادي نطبقوا الماسك ديالنا ولا التبريمه ديالنا على اليدين او الوجه، العنق، كذلك الركب، المناطق الحساسه. فيها مكونات يعني امنه، يعني ما عندها باش تضرك، مكونات طبيعيه. غادي نطبق الوصفه ديالي، من بعد غادي نخليها تقريبا من 20 حتى 30 دقيقه حتى ينشف لنا يعني الماسك ديالنا على البشره ديالي. من بعد غادي ندوز باش غادي نبرمو يعني بطريقه يعني تقشير هكا يعني الوجه او العنق، يعني بحركات يعني خفيفه باش ما نضروش كذلك البشره ديالنا. كما كتشوفوا معايا في الفيديو غادي نبرمو، ومن بعد غادي نغسل البشره ديالي. داوموا على هذا الماسك هذا يعني مرتين في الاسبوع. غادي تشوفوا النتيجه زوينه بزاف، وغادي يولي هاد الماسك او هاد التبريمه معتمده عندكم. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه وتعجبكم، وخليوا لي رايكم في التعليقات، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتبارطاجيو الفيديو مع صحاباتكم باش ايضا تعم الفائده. تهلاو لي في راسكم، نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.